اتكلم بقى عن جزئية مهمة جدا. لما بعد أحداث 11 من سبتمبر تخرج لنا دراسة مهمة جدا بتناقش أو بتقيم البرامج الدينية الموجهة باللغة الإنجليزية في بعض القنوات العربية، ده مهم جدا، وخاصة ان هذه الدراسة صدرت عام 2007 في توقيت حاسم جدا وتوقيت مهم جدا زي ما قلنا بعد احداث 11 من سبتمبر. معنا ومعاكم الباحثة الأستاذة نهال عمر الفاروق، حاصلة على درجة الماجستير في هذه الرسالة، وهي مدرس مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بيكي معانا منورانا. في البداية الدراسة دي كانت دراسة على المضمون أو على فحوى المضمون دون معرفة التأثيرات أو الفيدباك أو رجع الصدى على الجمهور. عايزين نناقش معاكي أهم النتائج اللي توصلت لها. والله هي نتائج الدراسة طبعا كتيرة جدا، أكيد مش هنقدر في يعني الفترة الصغيرة بتاعت الفقرة بتاعتنا نحن نغطيها كلها. نهال عمر الفاروق الحاصلة على درجة الماجستير عن رسالة مهمة جدا، أثر البرامج الدينية الموجهة باللغة الإنجليزية في بعض القنوات العربية. شرفنا كثيرا بلقائنا معاكي النهاردة، ونتمنى إن شاء الله أن الرسالة دي تفعل بشكل كبير جدا، لأنها بتحمل بين طياتها قيم إيجابية مهمة قوي، وبتعمل إعادة صياغة لتوجهنا وفكرنا في تقديمنا لبرامجنا الدينية أو غير الدينية الموجهة باللغة الإنجليزية. شكرا لك يا نهال. مشاهدينا الأعزاء، وقت برنامجنا خلص مع حضراتكم النهارده في ثقافية كافيه. سعدنا كثيرا بهذا اللقاء، قدمنا لكم باقة متنوعة من إبداعات الشباب وتوجهاتهم وأفكارهم وأطروحاتهم. في النهاية بنشكر حنان فكري من أسرة الإعداد، أسرة الإخراج مؤمن خيري، سحر علي، وشكر خاص لزميلتنا سوزان عباس، وبشكر زميلي حسن الشاذلي، وشرفت بهذا اللقاء نانسي إبراهيم. شكرا وإلى اللقاء.